لو انا بتحكم في الدوره المستنديه اللي جوه المكان، فانا هقول لكم جمله لطيفه جدا. التاجر مخزن. التاجر مخزن. طيب المصنع المنتج بتاعه بيروح فين؟ بيدخل فين؟ انا خلصت التصنيع، هوديه فين؟ هوديه المخزن. مين؟ هوزعه لو انا بشتغل اون ديماند. يعني ايه اون ديماند؟ يعني انا عندي ريكوست من العميل، الريكوست ده قال لي ان انت هتسلمهوني يوم 1/1، فانا وانا بسلم انا انتجت لصالح العميل مباشره، ما دخلتوش مخزن. لكن ده مش معناه ان انا ما دخلتوش جوده، مش معناه ان انا تخيلوا معايا الدوره المستنديه جوه المصانع بتمشي ازاي، او جوه المؤسسات بوجه عام بتمشي ازاي. فانا كده الديماند بتاع الكلاينت جالي، فانا نفذت له الشغلانه بتاعته. في مصانع بتدخل المخزن الاول وتخرج من المخزن، وده الصح باي ذا واي. وفي مصانع تانية لا، انا من على خط الانتاج، انا الانتاج بتاعي جيد، عملت الكواليتي تشيك بتاعتي، فالمنتج تمام، فانا هطلعه على العربيات على طول. فده وارد وده وارد. بس في الاخير كلمه مخزن جوه الدوره المستنديه لاي صناعه او اي خدمات هي من اهم الحاجات اللي لازم نبص لها، لان فيها تفريعات كتير. ايه التفريعات بتاعتها؟ مثلا حضرتك عندك مخزن ماده خام. الماده الخام لها شروط علشان تدخل المخزن. الشروط دي ممكن تبقى شروط جوده، وممكن تبقى شروط حد اقصى وحد ادنى. يعني ايه؟ يعني لو مثلا انا عندي 10 كراتين من المنتج الفلاني، لازم لما اوصل للحد بتاع ال10 كراتين اطلب ماده خام. يبقى انا كده عندي ايه؟ حد المخزون. طب مين اللي هيقول لي لحد ما يحصل ايه؟ لحد ما يبقى عندي سيستم. السيستم انا خرجت من المخزن من الماده الخام وديت الانتاج، كان عندي 100 كرتونه وصلوا 10 كراتين. ال10 كراتين دول السيستم اداني اليرت. الله، يعني السيستم هنا هيعمل ايه؟ هيكنترول. ارجعوا بقى للمانجيريال فانكشن اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي كانت ايه هي؟ البلاننج والاورجنايزنج والليدنج والكنترولنج. احفظوهم، مهمين. فاللي حصل دلوقتي ان السيستم عمل معايا ايه؟ عمل معايا كنترول على حركه الماده الخام. فلما يحصل ان انا وصلت لل10 كرتونه، لازم مين اللي يتحرك علشان يشتري؟ البرشيزنج، المشتريات. نورت في حته تانية. يعني معنى كده ان حركه المخزون مرتبطه بالمشتريات. طب مرتبطه بالمشتريات بس؟ مرتبطه بالانتاج ومرتبطه بالماليه. يبقى في انتجريشن بيحصل ما بين الاقسام نتيجه التنبيهات اللي بتصدر من السيستم. يبقى القائم على السيستم لازم يعرف البنفيتس، المميزات اللي هياخدها دايما من السيستم. كويس؟ طيب خلينا هنا بقى، طول ما انا ماشي لازم احط في دماغي ان الاي ار بي سيستم ده هيوفر لي فلوس. هيوفر ايه؟ فلوس. الهدف الرئيسي من اي منشأة ايا كانت هي ايه؟ ازود الربحية واقلل التكلفة. مفيش مؤسسة قائمة على وجه الارض ربحية هدفها مختلف عن كده. وهدفها ده لا يعني خالص ان انت في رؤيتك تلتزم بالكلمتين دول خالص. الرؤية دي حلم، الرؤية دي قصة مختلفة، ولكن هي في الاخر كل الخطوات بتربطك ان انت توصل للرؤية بتاعتك، كل واحد على حسب طريقه اللي هيمشي فيه. فبنسمي الطريق ده الاتجاه الاستراتيجي. بنسميه ايه؟ الاتجاه الاستراتيجي، اللي بيتحول بعد كده لمجموعة من الاهداف. مجموعة الاهداف دي تتقسم على 4 ادارات اساسية، اللي هم ايه بقى؟ ايه؟ كوميرشال، اتش ار. كويس؟